تمرين السوبر سيت تمرين لعضلتين مختلفين باك تو باك من غير راحه في النص. مثال مثلا انك بتتمرن بايسبس في ترايسبس، فهنا بنبدا نعمل البايسبس كيبل بدون راحه وبنتمرن لحد الفشل العضلي او قبل الفشل العضلي بعده او عدتين، وبعدين نخش على الترايسبس من غير ما ناخد راحه على طول ونتمرن لحد الفشل العضلي او لحد قبل الفشل العضلي بعده او عدتين. وبعد ما تخلص التمرينين دول بتبدا تاخد راحه بينهم دقيقه او حسب الراحه المحطوطه لك، وتبدا بعد كده تخش تتمرن مجموعه كمان سوبر سيت. طب ايه الفوائد بتاع السوبر سيت؟ حاجه اسمها تايم افيشنسي، تقليل وقت التمرين، وده بيخلي السيشن بتاعتك في وقت قليل. تاني حاجه انكريسنج ماسل سايز، اثبتت الدراسات ان السوبر سيت بيزود عمليه البناء خصوصا في العضلات اللي هي اوبوزيت ماسلز، يعني زي الترايسبس، والاوبوزيت بتاعها بيكون البايسبس زي التشيست وزي الباك. تشير الدراسات والابحاث العلميه ان السوبر سيت بيعمل على زياده معدل التحمل العضلي، كسر الملل عن طريق انك بتزود شده التمرين وفي نفس الوقت بتزود ضربات القلب. اخر حاجه ان التمرين بنسميه ميتابوليك اكسرسايز، عن طريق انك بتزود شده التمرين بتاعتك وبتزود معدل ضربات القلب. فيعتبر السوبر سيت بديل كويس جدا للكارديو لو انت مش هتلعب كارديو. السوبر سيت تمرين مهم جدا في السيشن، ولكن بلاش كل تمرينه تكون سوبر سيت لانه بيعمل حاجه اسمها اوفر ستريس على عضلاتك وبيقلل الاستشفاء جدا وبيحط العضل تحت اجهاد مش طبيعي. كده يبقى انت فهمت السوبر سيت وفهمت الفوائد وفهمت ازاي تطبقه. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السوبر سيت لايف كومنت، مش خساره فيا.